على انها تصرف هذه المبالغ او لا. ايه الريفرنس؟ يعني ايه الريفرنس؟ وبعدين تروح تتفاوض معاهم، ممكن تخفض مره، وواحد تاني ممكن مزاجه لا مش مزاجه مش مظبوط ما يخفضش. وكمان لو طبعت وسائل غير قانونيه يمكن المبالغ تتشال خالص. فهذا الكلام من ضمن الحاجات اللي عاملينها معروفات. انا مش عايز اطول عليكم واشكركم جميعا والسلام عليكم. شكرا يا باشمهندس على الموضوع اللي حضرتك طرحتها. هو صححت لنا بس نقطتين صغيرين كده. حضرتك اتكلمت عن المشروع ومعطيات الاداره اللي هو ما يعملوش بشكل كامل. فهل نعمل الاول شركه تدريبيه للتخطيط؟ وحضرتك هتقول مشاكل في انهاء التنفيذ نفسه ولا مشاكل مع تشغيل البروجكت؟ النقطه الثانيه حضرتك اتكلمت عن العقود العقد الفني والعقد المالي وان احنا بنتطرق للعقد المالي الاقل ودي بتواجهنا خلينا مشكله. عايز اقول لك ان احنا من الاول بالفعل بناء فنيا. فعايزين برضه معلش والله يا باشمهندس بعد اذنك. شكرا. انا مش قادر اميز الصوت بصراحه، بس اللي فهمته منك انك عايز تقول الجزء الاول من السؤال المشكله في تنفيذ المشروع ولا في الاعداد في التخطيط؟ يا جدعان مش كده؟ التخطيط بيجتهد، وانا قلت هذه الكلمه واعنيها. التخطيط يجتهد. انا قلت العمليه كلها دي احنا عايزين نظره عامه. نظره عامه لاعداد المشروع للعرض على اللجنه العليا حتى يصبح متكامل، بحيث يا اخي العزيز كل العناصر تمشي بارلل. يعني عقد خاص بالتكييف، عقد خاص بتوفير التغذيه الكهربائيه، عقد خاص على فكره في اعدادات ممكن تتعمل جهود ذاتيه قبل البدء في التنفيذ. انا على فكره اهم حاجه قبل ما ابدا في التنفيذ يعني بكون كل حاجه المفروض تبقى جاهزه 100%. فانا مشكلتي انه عند عرض الموضوع على اللجنه العليا دائما ابدا بيخش الاخ العزيز الخاص بالتخطيط في البرانش بتاعه فيما يخصه، وقد اجتهد وبذل من الجهد والدراسه والتقنيه علشان يشوف التكنولوجي يجيب لنا احسن حاجه. كل ده في منتهى الجمال مفيش اي مشاكل، ولكن انا بطلب انه جميع العناصر تخش مع بعض، بحيث ان انا ساعه ما تيجي الشركه المورده تجيب الاجهزه وابتدي اعمل انستاليشن، هذا المكان اللي انا بعمل فيه انستاليشن مكان مجهز. ما اعملش انستاليشن واستنى. اقسم بالله احنا مره جرينا جري وتعليمات من الاداره العليا والحق خلص كان في المحله وركب، والله انجزنا باقصى سرعه، ثم قسما بالله قعدنا 4 شهور ننتظر. فانا بدي مثال، يعني اسف ان ادي مثال لهذا، ولكن على فكره ده كان من مده طويله عشان بس ما حدش ندعو الله ان كل العناصر تمشي مع بعض بارلل، بحيث انا المفروض التنفيذ هو تنفيذ باعلى جوده.